يجي للاخر كده اللي هو وقت هروبه، كميه لا واقعيه. انت عايز تجنني يا استاذ؟ يعني واحد المفروض ان هو قاتل متسلسل وخطير، والجرايد كلها تكتب عنه، والسوشيال ميديا قلوبة عليه، ومشهور جدا عشان هو اصلا كاتب حلو. طيب واحد هيتعدم خلاص، يعني اتحكم عليه بحكم الاعدام، لا قال انا نفسي والله اتمشى على البحر قبل حكم الاعدام، هيوافقوا له اصلا؟ انت سمعت عن اي قاتل اتوافق له على حاجه زي دي؟ انا ما سمعتش. لو انت سمعت قول لي والله. طيب تاني حاجه، ان هو اصلا يكون موجود في مكان زي ده وما يتامنش تامين جامد من اللي هو التامينات اللي بتتعمل كده في الاحتفالات والحاجات الجامده، مسدس يدخل المكان ده ازاي؟ لا ويديه لانوبيس ويقول له صوب على اكتر عدد من الضباط، هم الضباط دول يعني اتعاموا مش شايفينه يعني وبيدوا المسدس؟ طب بلاش هعديها لك، البحر ما يتامنش؟ يعني احنا موجودين على البحر، ابسط شيء البحر ده يتامن بشتى الطرق، ان مفيش ولا مركب حتى تهوب، مفيش سمكايه صغنونه تهوب في الحته دي. مركب تيجي وتاخد استاذ حبيب وشلته وتمشي عادي كده؟ اللاواقعيه جايه. الصحفي، يعني الصحفي يقتل صاحب البيت عشان الايجار المتاخر ده بتاثير وايحاء من حاوي. معلش هو لو حصل كان نص البلد ميتة، يعني ده مش واقع خالص. وهيتأثر بحاوي ليه اصلا؟ يعني معلش، يعني هو حاوي ده طه حسين اجيب محفوظ؟ ده واحد قاتل مرمي في السجن، يعني الواحد لما يعتبر بحاجة عدلة. حتة كده الحبكة فيها كانت واقعة. المفروض ان احنا في البداية داود اللي هو الضابط بيدور على انوبيس لان شغله كله باظ، وان هو مرفوض يعني واخد اجازة من شغله بسبب الموضوع ده والقصة دي، وانه عمال يقول لمراته ان شاء الله هلاقيه والكلام ده. نكتشف في النهاية ان مراته عارفة، وان هو عارف اصلا انوبيس والدنيا دي كلها دايرة حواليه. طب بيلف ويدور لو يدور على انوبيس؟ معلش يعني الحبكة هنا واقعة. هل انت عايز تضحك عليا ولا تضحك على القراء ولا تضحك على مين؟ نيجي بقى حتة، يعني احنا مثلا عشان نقول ان حاوي ده كان ضحية، نقول ان ابوه كان مبهدل والبهدلة السودة دي، يعني انا مش لاقية سبب. هو